ممكن تلاقي رزقه في عقله، رزقه في أدبه، رزقه في حلمه. ساعة ما تشوف عندك مال يبقى قول يا ترى اللي ما عندوش مال ده الرزق بتاعه في ايه؟ ممكن تلاقي رزقه في عقله، رزقه في أدبه، رزقه في حلمه، رزقه في سمعته بين الناس، رزقه في عافيته، ماشي بيشتغل وانت عمال تنهج وعايز مش عارف ادويه. الله ساعة ما تشوف عندك مال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. بعد ما نسمي الله يا حبايب قلبي ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، صباح الخير، صباح الامل، صباح التفاؤل، صباح كل حاجة حلوة على حبايبي المسكرين داخل مصر وخارج مصر. يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال وراحة بال يا رب العالمين. اللهم امين يا رب. طبعا النهارده احنا اول يوم بعد ما جينا من المنيا. اول يوم في البلد، بس هو زي بعض الفيديو طول شويه عشان خاطر كان في ظروف كده فما قدرتش انزل فيديو على طول يا حبايب قلبي. هنا زي ما شفتوا المقدمه كده، فيروز طبعا واقفه على الحوض قالت هصبر لك المعلن لان انا كنت تعبانه. ربنا يخلي لكم اولادكم جميعا يا رب. وانا كنت طلعت جبت خضار يا حبيب قلبي كده وموريهولكم اهوت ان احنا جبنا خضار. طبعا كان الخميس احنا روحنا الاربع زي ما قلت لكم بعد تنظيف التلاجة والفيديو اللي فات والدنيا اللي عملناها ديت. طبعا جينا هنا اهوت كان يوم السوق، طبعا احنا عندنا السوق الخميس، فجبنا الخضار بتاعنا وجبنا حاجتنا كلها، بطاطس وقلقاس وفاصول البسله، يعني روقنا على نفسنا بقى. احنا جبنا الخضار يا حبيب قلبي واحنا جينا هنا. انتوا عارفين ان انا واخده الغساله الكبيره طبعا هناك. بصوا فيروز بتقول لكم حط اول ما تعمل حاجه انزل حط اللايك. قبل اي حاجه انزل حط اللايك. هنا يا حبيب قلبي كان معايا شويه ذره غسيل كده حطيتهم في الغساله العاديه يا حبيب قلبي، وخلصتهم وشطفت التواليت، وبعد كده طلعت على السطوح فوق عشان انشر الغسيل، ان انا بنشر فوق على السطوح. فنشرنا الغسيل بتاعنا وظبطنا الدنيا. بس فيروز تعمل ايه يا فيروز؟ بفصص جمح. ده قمح ده ولا غله؟ بفصص غلة. بتفصل ايه؟ الحبيب. الحمامه. يلا انت مش تصبح على حبايبنا؟ صباح الخير. على صوتك يا فيروز عشان صباح يسمعوا. الخير، كل سنة وانتم طيبين، سنة سعادة عليكم. يا رب ان شاء الله. يلا ربنا يديمهم نعمه في حياتكم. قلبي كمان شطور يا فيروز. انا حبيب قلبي ما اتكلمتش في المقطع دوت عشان فيروز قالت يا ماما طلعيني بصوتي انا عايزه اكلمهم انا. طبعا انا فجاه كده كنت بعد ما نشرت الغسيل فبطل عليها لقيتها انا عندي حمام في البلد يا حبيب قلبي حطها على السطوح فوق، فكانت قاعده تعمل لهم غله، بتفصص لهم الغله بتاعهم الاكل بتاعهم عشان يعني نعمل لهم تفصص لهم شويه كده ياكلوهم يعني. فهي كانت قاعده كده مع نفسها ففجاه لقيت بقول لها بتعمل ايه؟ قالت بفصص قمح. ونزلنا حبايب قلبي طبعا تحت هنا، عملنا روجنا اوضه الجلوس وظبطناه كده لان كان فيه ترابه واتساخات يعني جامده لان احنا ما كناش في البيت. بس فروجنا الدنيا وكنسنا اوضه الجلوس بتاعتنا ونضفناها. وانا حاولت يا حبايب قلبي، كان الفيديو والله طويل فقصت منه كتير على قد ما اقدر عشان ما ابقاش تقيله على قلوبكم وابقى خفيفه على قلبكم، ويا ربنا يسعد قلوبكم جميعا يا رب العالمين. ويعني حاولت اقصر في الفيديو يعني على قد ما قدرت. هو كان ساعه الا ربع، خليته يعني حوالي ربع ساعه بس. طبعا نفضنا وظبطنا الدنيا وروجنا، وهنخش على المطبخ بقى نشوف ايه. بس يا حبايب قلبي يا ريت اللي وصل للحته دي من الفيديو ما ينساش يحط اللايك ويعمل اشتراك عشان نوصل للفيديو دوت لحبايبنا واصحابنا، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني ان شاء الله. وتعليقات حلوه كده من قلبكم، ربنا يسعد قلوبكم جميعا يا رب العالمين ان شاء الله يا رب. وربنا يرزقكم راحه البال والسعاده يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. يا ريت نسمي الله يا حبيب قلبي ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. هنا انا روقت الدنيا، كنت لسه بكنس يعني، خدت فتره يعني في الكنس ان اكنس شويه واقعد شويه، انتوا عارفين رجلي وجعاني فيعني
كنت يعني اليوم ده انا كنت صايمه، كان يوم الخميس بقول لكم، فكنا صايمين يعني بنصوم اثنين وخميس انا وهدير. فالحمد لله يعني ربنا يقدر كل الناس يا رب، ويصلح حالنا جميعا يا رب، ويصلح حال الامه الاسلاميه، امين يا رب. هنا طبعا حبيب قلبي هنخلص هنا وروجنا، بص الدنيا بقت زي الفل وتمام، هي وراجت. رتبنا اوضه الجلوس كلها، وخدت بقى البيت كله انا في كده في وش حبيب قلبي، ومسحته وروجنا الدنيا بس. ودخلنا على الغدا بقى، لان احنا كنا نعمل غدا، في ناس عندنا شغاله وكده يعني، فعملنا غدا يعني، واحنا خلينا منه للفطار. هنا كان اخر لقطه في التنظيف. بوريكم اخر حاجه. الدنيا يا حبايب قلبي في البلد والله العظيم، يعني الدنيا الخضره والجو الحلو دوت، والله العظيم حاجه تحفه يعني بصراحه. انا يا حبايب قلبي ان شاء الله مش يعني هيكون باذن الله قريب ان انا هرجع البلد، انا مش هقعد تاني يا حبايب قلبي في المنيا زي ما انتم عارفين. هتقولوا لي يا ست امتهم، طب ما انت كنت رايحه ليه وعامله ليه؟ فانا اولادي اللي ضغطوا عليا، انا ما كناش عايز، انا ما كنتش عايزه اسيب المكان هنا، ولا كنت عايزه امشي، بس يلا انا مش قادره اتاقلم ولا اعيش هناك، مش عارفه. حابه البلد وحابه الجو اللي انا هناك اللي انا فيه هناك، بس هم عشان يعني طب هتقولوا لي طب ولادك متمسكين ليه هناك يا حبايب قلبي؟ بس ان ولادي اديلهم 6 سنين في مدرستهم اللي في المنيا ومع اصحابهم اللي هناك، يعني حياتهم يعتبر كلها هناك، يعني عاشوا فتره هناك مع اصحابهم وكده، يعني عايزين حبوا العيشه هناك. انا لكن انا ما خدتش على كده، انا عايزه ارجع البلد واعيش في البلد، الجو هناك بحس ان انا نفسيتي مرتاحه. ويلا الله المستعان، ان شاء الله اللي فيه الخير هيقدمه ربنا باذن الله، وادينا مع بعضين. هنا حبايب قلبي دخلنا على زي ما تحسبوا يعني غدا او فطار، لان احنا صايمين احسبوا بس. فنزلنا بحته ليا كده، انا بحب اللي هي الخفيفه كده في البصل يا حبايب قلبي، بتدي طعم وريحه ونكهه جميله جا، اقسم بالله في الاكل، مع حبه سمنه او زيت. ونزلت بالبصله، وطبعا كان معانا لحمه هنا احنا سلقناها، يعني حاطينها على النار عشان تتسلق. بس هنشوح البصله دي نديها تشويحه حلوه كده اهوت، وهنعمل ان شاء الله معاها رز بشعريه. هنا طبعا هندبل البصله، وبعدين هننزل بهريسه الشطه اللي انا عاملاها برضو معاكم في الفيديو يا حبايب قلبي. هنا بوريكم اللحمه اللي معانا احنا، يا رب ان شاء الله يرفع البلاء والوباء يا رب ان شاء الله، وربنا يرحمنا برحمته في غلاء الاسعار اللي احنا فيه ده. بس هنا طبعا البصله بتاعتنا اتدبلت يا حبايب قلبي هيت، وكانت يعني داخله تحمير كده تتحمر. فنزلت عليها بهريسه الشطه اللي انا عاملاها معاكم، وهنزل عليها بمعلقه صلصه هنطعمها يعني، وهنحط لها 7 بهارات، وهنحط ملح وفلفل. انا بحب احط ال7 بهارات يا حبايب قلبي، والحياة بتاعتي مع البصله كده تاخد تشويحه تتحمص يعني كده، تطلع النكهه اللي فيها الحلوه، ان بتدي يعني روح حلوه كده ونكهه حلوه في الاكل بتاعي. دي هريسه الشطه اللي بوريها لكم يا حبايب قلبي، دي اللي عملتها معاكم في القناه، والله العظيم تحفه. وقاعده انا عملت كذا بطرمان ساعتها، خلص واحد والتاني دوت، وفاضل يعني 2 في الفريزر. بعمل منهم كده بيدوا طعم يعني حلو، احنا بنحب الاكل يعني يكون يعني سبايسي شويه. فحطيت معلقه صغيره كده عشان برضو عشان الاولاد ما يبقاش سخن عليهم. وهننزل برضو بالصلصه بتاعتنا، هنحط معلقه صلصه اللي هو الهاينز يا حبيبي قلبي، اي نوع غير كده انا ما بستعملش، بس يعني انا ما بستعملش الصلصه نوعا ما يعني كتير، حاجات بسيطة بس عشان بحط معلقة كده بالطعم اللي هو الأكل بتاعي، بتدي تحميرة حلوة كده للأكل والصلصة بتاعتي. طبعا هشوحها تشويحة كده بسيطة عشان الحموضة وكده لازم تاخد يعني قلبة كده أو غلوة كده زي ما انتوا بتشوفوا شايفينها كده بتغلغل. وطبعا لازم من معلقة السكر يا حبايب قلبي عشان الحموضة والحموة على الصدر، فلازم من معلقة السكر يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هنا حطينا حبايب قلبي هنحط ملح وفلفل، وحطينا معلقة سكر، وهننزل طبعا عاملة عصير طماطم، عاملة شوية عصير طماطم كده هننزل بيهم برضو يا حبايب قلبي. هنقلب كل ده ببعضه، وهنسيب الصلصة بتاعتنا لما تتسبك حلو تسبيكة حلوة، هنهدي عليها خالص النار وهنسيبها تتسبك كده ايه تسبيكة حلوة وهنغطي عليها بقى. دي رشة الملح، دي البركة، رشة الملح البركة. هنشوف بقى حاجة تانية حبيب قلبي، واحنا واقفين كده هنعملها. حطينا الصلصة تتسبك، هنسيبها كده على نار هادية، وهنحط ايه جبنا البسلة بتاعتنا اللي احنا جبناها اللي اشتريناها في الخضار بتاعنا الصبح. هنفصصها بقى، هنقف عليها نتسلى عليها كده واحنا واقفين. بس انا بصراحة يا حبيب قلبي انا ما كملتش على الحوض، انا تعبت فقعدت في الارض بصراحة. رجلي بتتعبني جامد وانا واقف، فانا ايه فرشت وقعدت على الارض في المطبخ. يعني الارض طبعا نظيفة وكله تمام، يعني قعدت. الله خلوا البساطة يا احمدي. النبي عربي. عليه الصلاة والسلام. يا حبيب قلبي طبعا البسلة بتاخد وقت يعني في التفصيص، فهي مملة شوية بس حلوة. صلوا على النبي يا حبيب قلبي عليه افضل الصلاة والسلام. واذكروا الله، اذكر الله يذكرك. يا ريت يا حبيب قلبي نواظب على الذكر وعلى الحوقلة حلوة، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نذكر الله ونسمي بيه، ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام يا حبيب قلبي. في الايام الحلوة المباركة اللي احنا فيها ديت، ايام مفترجة وحلوة وربنا بيصب الخير صب فيها زي ما قلت لكم. فيا ريت نستعين بالله في كل حاجة يا حبيب قلبي، ونذكر ربنا كتير، وندعي ادعية اللي احنا عايزينه، الدعاء الحلو يعني كده اللي انتوا حابينه. ربنا هيقبل منكم ان شاء الله، منا ومنكم يا رب العالمين. طبعا خلصنا البسلة بتاعتنا حبيب قلبي، وخلصناها وفصصناها، غسلناها غسلة حلوة تمام. نزلنا بيها في الصلصة حبيب قلبي. بعد ما الصلصة بتاعتنا تسبكت تسبيكة حلوة، خلصنا كده. جبنا حلة على النار يا حبيب قلبي، حلة فاضية كده فيها معلقة سمنة وحبة زيت، وهننزل فيها نعمل شوية رز بشعرية حلوين كده ايه يستاهلوا بقكم. هننزل بحبة زيت يا حبيب قلبي اهو. احلى رز بشعرية هتاكلوه من ايد امتها. طبعا هنحمر الكلام كل ده يا حبيب قلبي ببعضه، وان شاء الله ايه هننزل بالرز بقى. هنغسل الرز وننزل بيه، وهنديله تحميره كده يعني عشان نغلفه بالسمنه والزيت. فالرز بتعمل لكم قلب. عايشه في القلوب. يا رب يبارك في اعمار اولادكم جميعا يا رب العالمين، ويبارك في اولادنا واولاد المسلمين اجمعين يا رب العالمين، ويهدى اولادنا ويهدى ذريتنا يا رب، يجعلهم من الصالحين باذن الله. وهنا يا حبايب قلبي كنا خلصنا الاكل. احنا كنا ايه حطينا غدا للناس اللي قلت لكم دي شغاله يعني كده في المصنع عندنا بس، واحنا كنا خلاص كده المغرب كان خلاص اذن، فنفطر انا وهدير بقى. حطينا الفطار عشان نفطر انا وهدير، وهو الحمد لله يعني ربنا يدومها نعمه يا رب ويحفظها من الزوال. واللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين. اللهم اطعم كل جائع على وجه الارض يا رب يا رب، اللهم امين. وهنا يكون يا حبايب قلبي وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب يكون لاعجابكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.